صباح الفل على كل الزملاء الجمال. نكمل مع بعض ونبدا باول ستيب في الكول بقى. نتكلم اكاديميك شويه بس برضه هنطعمها بجزء من الخبره والكلام اللي احنا ايه بنحب نقوله كده هو بره الحوار بتاع شات جي بي تي والكلام دون يعني. اول حاجه قال لك البري كول بلاننج او هيطلق عليها بريبير تو سيل، ودي فيها اكتر من عنصر، يعني هم تقريبا عنصرين هنتكلم عليه. اول حاجه اللي هو كولكتنج انفورميشن. دايما لما كنت بكلم الزملاء على قصه الكول بقول ان الكول عباره عن نيجوشيشن، مفاوضات. انت بتتفاوض. هل ينفع تتفاوض مع شخص انت ما تعرفش عنه اي انفورميشن؟ في حرب اكتوبر بعد ما خلصت الحرب ابتدى ان يحصل ايه، ان فيها يبقى في تفاوض ما بين الجانبين، من الجانب المصري والجانب ايه اللي عاوزه بالله. حلو كده. بيطلب من كل جانب انه يقول لي والله احنا هنتفاوض مع مين، ابعت لي اسماء الناس اللي هتفاوض. طب ايه الاهميه في ان انت ابعت لك اسماء الناس اللي هيتفاوضوا معاك؟ الاهميه ان هم بيدرسوا كل شخصيه، بتحب ايه، بتكره ايه، متجوز مش متجوز، بياكل ايه وبيشرب ايه والكلام ده كله. لا لشيء الا عشان لما اخش اتكلم معاه ابقى فاهم الشخص ده بيحب ايه ويكره ايه، فما اجيش ان انا اعمل حاجه تستفزه او في بعض الاوقات اعمل حاجه تستفزه لان عايز اخرجه عن التركيز بتاعه. خدت انت بالك؟ فدي نيجوشيشن لازم اكولكت انفورميشن. انا النهارده داخل لدكتور هكولكت انفورميشن من مين؟ عندي زمايلي. يا جماعه الدكتور ده بيحب ايه، بيكره ايه، الدكتور ده الدنيا ماشيه معاه ازاي. من الصيدليه هو بيكتب ايه، ما بيكتبش ايه، بيغير ما بيغيرش والكلام ده كله. وقلنا قبل كده وهنتكلم عن التايبس اوف دكتور او كاركتر بتاع الدكاتره نفسه. تمام كده. تالت حاجه يا باشا من العياده نفسها. يعني انت على فكره الحاجات دي بتعملها اوتوماتيك وانت مش حاسس. بمعنى لما تيجي تخش العياده وتلاقيها زحمه، انت اوتوماتيك هتلاقي نفسك بتقول ايه، لا انا الكول بتاعتي هتبقى صغيره شويه. الا لو انت بقى يعني الناس اللي دماغتها لاسعه وعايز تقعد مع الدكتور بالربع ساعه وتصف اللي بره، فبالاخر كده الاسيستنت هتقفل عليك خالص. لكن انت اوتوماتيك لما بتلاقي العياده زحمه بتبتدي ان انت تقول انا هقول شورت كول، هبقى اخش في الصلب الموضوع على طول. يبقى اذا انت عن طريق الملاحظات بتاعتك بيبقى القصه ان انت بتحط البري كول بلاننج بتاعتك من غير ما حد يقول لك ومن غير ما حد يقول لك ان دي البري كول بلاننج. بل على العكس، انت كمان حتى ساعات لما بتكون عايز وقت مع الدكتور والدكتور بيدخل مع الزملاء بتلاقي نفسك بترحل نفسك بتبقى اخر واحد لانك عايز وقت مع الدكتور لوحدك او عايز تكلمه على حاجه لوحدك. او ان انت يا فندم في العياده بتقول للدكتور هيخلص امتى، يقول لك الساعه 9 الساعه كذا، فبتيجي في اخر العياده لان انت عايز وقت لوحدك مع الدكتور. فده مبدئيا كده ازاي تكولكت انفورميشن ويبقى عندك انفورميشن عن الدكتور عشان تختصر الوقت جوه. انت كبروفيشنال ممكن تبقى خش جوه وتكتشف جوه بس دي بتختصر لك الوقت شويه. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه بيقول لك حط سمارت اوبجيكتيف. سمارت طبعا انتوا سمعتوها 300 الف مره، اللي هو سبيسيفيك، ميجرابل، اتشيفابل، رياليستيك، تايم بوندد او تايم فريم. تمام كده. اللي هم ايه سبيسيفيك، يعني انت تخش للدكتور تقول له يا دكتور انا بتكلم على الحاله الفلانيه وعايز الدواء بتاعي يتكتب في الحاله دي، ده سبيسيفيك. تمام كده. هو ميجرابل بمعنى يا باشا ان انت بتطلب منه عدد محدد من الحالات، يعني بتقول والله حالتين ثلاثه اربعه، وده انا كده بقول والله في الحالتين ثلاثه دول ميجرابل. تمام كده. اتشيفابل معناها ان الدكتور يقدر ان هو يكتب في الحاله دي لان هو مثلا بيكتب الكاتيجوري او بيحب الكاتيجوري او حضرتك بتشفته على الكاتيجوري فيبقى كده هو برضه ايه، اتشيفابل. تمام كده. رياليستيك يعني له علاقه بالواقع، يعني ما تخشش لدكتور مثلا ما بيشوفش الحالات دي وتقول له عايز حالتين هو ما بيشوفهاش اصلا، او ما تخشش لدكتور لا مؤاخذه ما عندوش حالات خالص تقول له انا عايز اول 10 حالات اول 15 حاله، يعني ده لا يمكن يكون رياليست. تايم فريم او تايم بوند ده اللي هو ايه، انا حضرتك ان شاء الله مثلا نكتب في حالات الكذا الدواء بتاعي اللي هم حالتين او ثلاثه، واتابع مع سعادتك في الزياره الجايه ليا كمان اسبوعين. انا هنا عملت تايم فريم وعملت حاجه سبيسيفيك جدا. هو ممكن اعمل الحاجه دي في قصه يعني مثلا زي لو انا مديله مثلا كومباريتيف ستادي والكلام ده كله، في دكتور بيطلب كومباريتيف ستادي بيطلب اي حاجه ثانيه غير كده، فالنهارده بروح جاي ومقدم له كومباريتيف ستادي مديله هنت عنها واقول له يا دكتور ادي الكومباريتيف ستادي هستنى من حضرتك الرد، انا حضرتك تقراها وفي خلال اسبوعين هعدي على حضرتك اشوف الكونكلوجن مع حضرتك وازاي ان احنا نبدا تو ستارت ان احنا نكتب الدواء بتاعنا. هنا برضو انا خليتها كده. فدي كلها عباره عن اللي هي البري كول بلاننج، انت بتعملها اوتوماتيك من غير ما تحس، لكن في نفس الوقت يا فندم هم حطوا لها مسميات. فانا بقول لك عن مسميات ان البري كول بلاننج هي مرحله من كولكتنج الانفورميشن، وانت تبدا ان انت تعرف معلومات عن الدكتور قبل ما تخش له. لو هي اول مره، لو هي تاني وتالت مره خلاص انت عرفت الدكتور وابتدي ان انت تحط الكول سبيسيفيك، هي شورت كول ولا لونج كول، بتتك على حاجات معينه ولا لا، بتبتدي تشوف الانفورميشن اللي قبل كده انت اللي قلتها موجوده ولا لا. فالدكتور بقى طبعا كمان بتختلف ايه، ان انا لو الدكتور زرته مرتين ثلاثه قبل كده مش هخش بقى اعيد من الاول. لا الدكتور الزياره اللي فاتت لو انا زرته مره وقلت له حالتين ثلاثه لازم تخش الزياره اللي بعدها تقول له دكتور انا من اسبوعين كنت عند سعادتك واتشرفت بمقابله حضرتك وكلمت حضرتك عن الدواء الفلاني وكنت اتفقت مع حضرتك او حضرتك قلت حاجه ان احنا ناخد اول حالتين ثلاثه نجرب فيهم هل خدنا حالتين ثلاثه. هنا الدكتور بيحس ان في حاجه اسمها الكونتينيوتي، ان الراجل ده
مكمل معايا، مش بنعيد كل مره نفس الكلام. تمام. فصباحكم بيضحك ده كده اول ستيب بتاعت الكول اللي هي البي كول بلاننج. هنتكلم برضو عن شويه حاجات، مثلا ان انت في العياده لازم يبقى عندك قوه ملاحظه وبتشوف ايه الدنيا ماشيه ازاي في العياده، مين المهم، وقلنا الكلام ده كله 3 ار لو تفتكروا ارجعوا لها. فصباحكم بيضحك ونشوفكم كده على طول يا رب كده هون بخير وسعاده يا رب جميعا يا رب.